هنا تمنع منظمة الكرامة القطرية الصحفيين من تغطية نشاطاتها المعادية لدول الإمارات والبحرين وعمان والسعودية داخل مبنى الأمم المتحدة. فأين حق التعبير يا منظمة الكرامة؟ عندكم مشكلة ويا الإعلام مثلا؟ ما عندنا مشكلة إطلاقا، بس مريم تقول بكل منطقية. أنا مو خصمك، ما كلمتك ولا قلت لك أنا مو خصمك، قلت لك شنو يا فريق إلا وياي. Did you give them permission to film? We have the permission, we have the budget, we have everything. We took our rights. We don't need you to. We don't need to ask you. We asked the event. We seen the event. Why are you so angry? Why are you so defensive? You're not allowed to videotape unless you have permission by the organizers. في سبتمبر عام 2012 أقامت منظمة الكرامة القطرية مؤتمرا كبيرا جدا للمعارضة الخليجية باستثناء قطر. هنا يظهر في الصورة المعارضة البحرينية الدنماركية مريم الخواجة ابنة الانقلابي عبد الهادي الخواجة، وكذلك الشيعي العراقي خالد إبراهيم المتزوج من إحدى قياديات حزب الله والذي يعيش في جنوب لبنان، وهو الذي يمثل المعارضة العمانية. كما يظهر أحمد منصور الذي ادعى هنا بأنه تعرض للاغتصاب داخل السجون الإماراتية، وهو ما نفاه لاحقا. إذا تستقطب منظمة الكرامة القطرية المعارضين الخليجيين للترويج لأكاذيبهم ضد الأنظمة الحاكمة في الخليج وضد حكام الخليج. وفي 7 ديسمبر عام 2012 قامت المنظمة بشن هجوم قوي على المملكة العربية السعودية من خلال تكريم شخص تتهمه المملكة العربية السعودية بالكثير من التهم ومنها تمويل الإرهاب. هنا يتم الإساءة للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين بشكل فج لا يقبله أي عاقل. يبدأ الكاذب كساب العتيبي المواطن البريطاني في سرد تفاصيل أشبه بأفلام الخيال العلمي. تخيلوا أن المحاكمة تمت في فيلا معزولة على شاطئ البحر. منظمة الكرامة القطرية لا تفوت فرصة للإساءة للإمارات. هنا أعلنت عن تكريم محمد الركن المتهم بالاشتراك بتنظيم معادي للإمارات والتعامل مع منظمات خارجية للمساس بأمن الدولة وقلب نظام الحكم. وكالعادة لم يسمحوا للصحفيين أن يسألوا. انظروا كيف تحرك القطري عبد الرحمن بن عمير من مكانه ليقول للمنظمين لا تفتحوا المجال للأسئلة، وهنا صحفية عراقية تعلن اعتراضها. أنا أرفض هذا التصرف لأنه هذه مصادرة ماذا يؤذيكم بداخل الناس؟ هذا قمع لحرية السؤال، هذا قمع للبحث عن الحقيقة. أنا صحفية جاية أسأل عن الحقيقة. حضرتك عايز تسألي واحد لا، أنا أسأل المجموع اللي كان موجود على المنصة لتكريم. يعني الغرض بتاعك إيه؟ غرضك إيه؟ البحث عن الحقيقة. بين الباحثين عن الحقيقة بهذه الطريقة القمعية. كل اللي طلبناه انه اعطونا حق نسأل. انا صحفية جاية املأ فضولي في قضية خاصة بي، في قضية شغلت دماغي. لا أعطيك معلومة. اللجنة التي زارت المتهمين بالسجون وجدت انهم لم يتعرضوا لأدنى عمليات التعذيب أو الإهانة أو القمع. أكاذيب منظمة الكرامة القطرية كثيرة وأكثرها غرابة اختفاء محمد الركن، ونترك لكم الحكم هنا والتعليق مقفول للجميع. تكلم بكل صراحة أنه سيأخذ القضية للمحكمة الاتحادية العليا وبعدها اختفى. ممثلا لأخي الأستاذ الدكتور محمد عبد الله وسام، كما يسعدني أن أنقل لكم تحياته وتحيات أسرته من دولة الإمارات العربية المتحدة. الأخ الوحيد إماراتي، قال الأخ محمد الركن في مكان غير معلوم، وفي نفس الوقت يقول لكم محمد الركن
يرسل لكم تحياته. كيف عرف محمد ربي يرسل تحياته؟ هو في مكان غير معلوم. هنا يقوم الناشط الأحوازي البريطاني أمجد طه الكعبي بالاعتراض عليهم لأنهم يمجدون الإرهاب. هل يوما ما في تاريخك راح يوم انت تستشهد بمقوله لهتلر قل لي نعم ام لا؟ هذا يستشهد بالارهاب ثم يجي هنا يدافع عن حقوق الانسان. عار عليكم، لا تتحدثون بحقوق الانسان وانتم تدافعون عن الارهاب في العالم. ثم لماذا لم تتكلمون عن القطري؟ هو لا تكلمنا. عبد الرحمن النعيمي لم يتكلم. عبد الرحمن النعيمي لم يتكلم عن من؟ لم يتكلم عن الشعب القطري. أفعال أعضاء هذه المنظمة أفعال بلطجية وشبيحة بامتياز. انظروا لهذه التصرفات والحكم لكم. حكومة قطر هي من تصرف عليه. هاتفا صارخا روح روح يلا ما لم أقل، لا تقول لي ما لم أقل، تقول لك أنت قلت لي يعني ما. لكن الناشط الإماراتي بن ثالث كانت له كلمة قبل أن ينتهي الحدث بانسحاب أغلب الحضور، لأن تكريم المتهمين بالإرهاب كان أشبه بمسرحية هزلية إخراجها ضعيف ومضحك. انت مشروع من قبل الامارات. اذا الامارات تدفع لنا انت منو يدفع لك؟ اذا الامارات تدفع لنا انا مواطن اماراتي، انت منو يدفع لك؟ خبرني منو يدفع لك انت؟ اذا الامارات تدفع لنا نحن مواطنين اماراتيين، لكن انت مرتزق منو يدفع لك؟ اذا الامارات تدفع للمواطنين ليش تكلموا بهالطريقه؟ انتم ترضون بهالكلام؟ انتم ترضون؟ هي منظمه حقوق انسان. هو الحين هو يهيني الحين. ما تقول لي تاج راسك، انت تقول لي تاج راسك. الامارات تاج راسك. الامارات وشيوخها تاج راسك. انا قليت ادبي عليك؟ لا. لما جيتك على الستيج قليت ادبي عليك؟ لا. لكن انا ما ارضى الشخص يتكلم عن الامارات بهذه الطريقه. هذا غيض من فيض من الشبهات التي تدور حول منظمة الكرامة القطرية وتمويلها والأشخاص العاملين بها. نلتقيكم في حلقة قادمة، وإن عدتم عدنا، والله ولي التوفيق.